السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام. حلقة جديدة من برنامجكم اتعلم كمبيوتر مع احمد رفعت. هنتكلم فيها النهاردة ازاي نعلي السنسيتيفيتي بتاعة الماوس باد بتاعتنا. طيب، او درجة الحساسية بتاعة لوحة الكنترول في اللابتوب اللي هي الماوس باد بتاعتنا اللي هي بتاعة الفارة. طيب، ازاي هنعلي السنسيتيفيتي بتاعتها او مؤشر درجة الحساسية بتاعتها؟ الموضوع سهل وبسيط، يلا بينا ننفذ ال- ازاي نعلي درجة الحساسية. اول حاجة عندنا هنا في التاسك بار بتاعنا بندوس على قائمة ستارت وبنفتح السيتنج بتاعتنا. طيب، فتحنا هنا السيتنج بتاعتنا بنلاقي عندنا هنا ديفايسز بندوس عليها. بعد ما ندوس على devices بنلاقي عندنا حاجة اسمها touch pad. بندوس على التاتش باد بتاعتنا وهي صورتها بتبقى عبارة كده عن صورة الماوس باد اللي هي موجودة في اللابتوب عندك، وتلاقي الزرارين اللي هو كليك يمين وكليك شمال ظاهر، فبتدوس عليها اللي هي التاتش باد. فبتدوس، بعد ما بتدوس بيقولك هنا تاتش باد sensitivity، يعني درجة الحساسية بتاعة التاتش باد بتاعك. بتدوس على الاختيارات، بيظهر لك لو انت عايز درجة الحساسية قليلة فبتختارها لو، لو انت عايز الدرجة متوسطة فبتختارها ميديوم، لو انت عايز هاي بتختارها هاي. طبعا كل واحد بيبقى على حسب استهلاكه واستخدامه لدرجة الحساسية بتاعة التاتش باد بتاعة الماوس بتاعه او بتاعة الفارة في جهاز اللابتوب بتاعه. طيب، اوريدي برضو لو انت عندك كيبورد فيها تاتش باد، لو انت عندك جهاز كمبيوتر تقدر ان انت تظبط درجة الحساسية برضو من نفس الطريقة لو انت عندك نفس نظام التشغيل دوت. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنساش طبعا تشترك في القناة وتدينا اللايك وكومنتك الجميل، وشكرا جدا لكم وشكرا لحسن استماعكم.